على اعتبار انه يعرض في هذا التوقيت بالذات اللي هو 11 سبتمبر، ومعروف ان الشعب الامريكي طبعا بهذه الذكرى اللي هي بالنسبة لهم ذكرى ارهابية اسلامية مات فيها 3000 واحد من الشعب الامريكي، وده عمرهم ما هينسوه بالنسبة لنا. فطبعا دي المؤامرة في انه يطلع هذا العمل السفيه الرديء في هذا التوقيت بالتحديد، لانه عارف ان في رد فعل عند المسلمين وعند جموع المسلمين طبعا، لان ده بيهين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو قدوة بالنسبة لنا، البشير النذير الرسول اللي احنا كلنا بنقتدي بيه وبنعتبره قدوة بالنسبة لنا. وتاريخه في الاسلام اللي يعرفه كويس تاريخ مش عايز اقول مشرف لانها كلمة قليلة قوي عليه، لانه تاريخ عظيم جدا في كل حاجة، في الرحمة وفي الاخلاق الحميدة وفي رده على الايذاء والاهانة. وكان بالنسبة لنا اللي يعرفوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كويس لازم بالنسبة لهم يقتدوه. وبعتقد ان كثيرين من الاوروبيين اللي هم كانوا متدينين بالديانة المسيحية لما عرفوا تاريخ سيدنا محمد اسلموا واعتنقوا الاسلام وسابوا كل ديانة قدوة بسيدنا محمد. دلوقتي حضرتك هنجم في دلوقتي موجة من المشايخ تطلع المضيات بتتهم الفنانين، وبالأخص ناس يقول لك فين الفنانين؟ فين اللي يدافعوا اعلام شهير عن الفنانين عايزين يعزلوا الفنانين عن بقية الشعب المصري، قلت لهم قال لهم ان دول مش مصريين، مش مصريين ولا يمصوا المصري. المصري من ايام الفراعنه ربنا خلقه له جينات في داخله، جينات فنيه ان لم تكن رسم ثقافه فن، بدليل ان احنا في الرسومات الفرعونيه اللي يكتبوا فيها كل شويه واللي موجوده على حيطان المعابد والتاريخ الفني لينا. احنا عندنا من الادباء، احنا عندنا طه حسين وعندنا عباس العقاد وعندنا نجيب محفوظ اللي واخد نوبل، عندنا تاريخ من الادب والثقافة والفن، عندنا ام كلثوم وعندنا عبد الحليم وعندنا محمد فوزي وعندنا قبليهم سيد درويش، عندنا مجموعة من الفنانين اللي عشانهم تمت مصر بوليود الشرق، وهم قدوة فنية وتاريخ فني وثقافي وحضاري. اللي بيحاول ان هو يطغى على الفن او يسيء اليه سواء لأي حد، الفنان إلهام شاهين او الفنان الكبير العظيم اللي له شريك عادل امام بانه يعمل له قضيتين، ونجيب محفوظ قبل كده ضربوه بالسكينه وقالوا عليه ملحد، وهذا اللي بره كرموه دول ونبل. فدول ناس لا فاهمين ولا مثقفين ولا واعيين ولا عارفين يعني ايه الانسان المصري وتكوينه، ودول مهما عملوا لن يستطيعوا مهما فعلوا مهما يعني الافعال المشينة للاسف اللي بيقولوها، لانها للاسف كلها بعيدة عن الاسلام. يعني يا ريت دول مسلمين بحق، لكن اللي بيتكلم ده لما واحدة زانية وراحت لسيدنا محمد يعني ردها اكثر من مرة ليتأكد، كل مرة يقول لها انت متأكدة، تقول له متأكدة، تجي له مرة ثانية يقول لها متأكدة، تقول له متأكدة، 4-5 مرات وهي زانية وبتعترف له علشان تتوب. يعني اذا المفهوم الاسلام الحقيقي السمح الرحيم غير اللي هم بيقولوا خالص. يعني دول كلية انا بعتبرهم بعاد تماما عن الاسلام وعن المفهوم الحقيقي للاسلام. طب دلوقتي حضرتك بعد الاحداث دي وتواجد بعض الشباب المصريين او بعض المجموعات المصريه موجوده عند القرى المصريين قال لهم للأسف الشديد احنا غير متحضرين وغير فاهمين يعني ايه ثقافة الاختلاف. احنا
مش ضد ان احنا كلنا غضبنا وثرنا، واحنا جايين النهارده في اجتماع كبير للفنانين عشان نقف وقفه احتجاجيه عشان هذا العمل التافه القذر. لكن لازم نعبر للناس المعنى الحقيقي للاحتجاج، ان انا ما اروحش احرق العلم الامريكي واحط بداله علم اسود، مش حتى يا ريت علم مصر، علم اسود ينتمي الى القاعده عشان اثبت للناس ان انا ارهابي. فده طبعا ده عدم تحضر وعدم ثقافه وبتاع. وما اعتقد ان الشباب الفقر العظيم اللي عمل ثوره 25 يناير انه بعيد كل البعد عن اللي بيعمل الحاجات دي. شباب متهور غير واعي غير متحضر، بينقل صورة مشوهة للإسلام وللاحتجاج. والاحتجاج كلنا، أنا من بداية الثورة وأنا موجود يعني معاهم ومؤيد للثورة وبحتج وحاجة مش عجباني بقول، بس في وسائل كثيرة جدا للاحتجاج وللتظاهر، غير ان انا ليه ايه يعني ايه ذنب الضباط اللي جرحوا واللي ماتوا يعني. هل الضابط ده هو اللي عمل الفيلم؟ يعني كنا 12 ضابط يصابوا، ده مصري ضابط مصري وجاي يحمي السفارة لان ده واجبه. انت تضربه ليه وتعوره وتدخله المستشفى؟ والجنود الكثيرة اللي بتيجي ليه بنعمل ده؟ فده تصرف للأسف عشوائي غير مثقف غير متحضر، لا يعبر اطلاقا عن المعنى الحقيقي لإحساسنا برفض لهذا العمل.